بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي متابعي الكرة مع عادل في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. نلتقي مع حضراتكم النهاردة للحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا والزمالك وطلائع الجيش. نتكلم الأول عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش. مباراة كانت في الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز. النهارده بصراحة لمشاهدة المباراة، المباراة الأولى اللي لاعبة الزمالك تقنعنا إن هي استوعبت فكر مدربهم الجديد أوسيريو. بصراحة المباريات اللي فاتت كانت كلها تخبط. أول مباراة نشوف فيها الوجه الحقيقي لنادي الزمالك، في تكامل في الخطوط، كل لاعب بيلعب في مركزه، في اكتشاف جديد لأحمد فتوح. بصراحة اكتشاف من المدرب، عودة حميدة لأحمد فتوح للمباريات. بدأنا النهاردة ان احنا نستوعب فكر المدرب. بصراحة مدرب دماغه يا جماعة كبيرة جدا. عنده فكر، محتاج لاعب جاهز بدنيا، ما عندوش ارهاق بدني ولا ارهاق ذهني عشان يستوعب الفكر ده ويقدر يطبقه على ارضيه الملعب. النهارده اول مباراه، بصراحه يقنعني فريق الزمالك باللعب من الموسم الماضي. كانت مباراه متكامله في كل شيء. نادي طلائع الجيش ادى مباراه ولا اروع اليوم، اضاع العديد من الفرص، وكان عنده هدف اكيد مليون في المية، كرة في ارتدت من القائم. بس بصراحة احنا الزمالك بيملك لاعب على اعلى مستوى، على اعلى مستوى اللي هو مصطفى شلبي. بصراحة مصطفى شلبي يا جماعة عمل شوط اول عالمي، عالمي. لاعب جناح بصراحة من احسن الاجنحة الموجودة في الدوري المصري. هنيئا لنادي الزمالك باللاعب مصطفى شلبي. الهدف الأول لنادي الزمالك جاء في الدقيقة 88. فرص ضائعة من الطرفين. مباراة على قد كل مدرب لعب على قد إمكانياته اللي موجودة في الملعب، إن هو يقفل المباراة ويلعب على الهجمة المرتدة. لحت العديد من الفرص ولكن لم يتمكن أحد من الفريقين التسجيل سواء في الدقيقة 88 ومن ضربة ركنية نفذها زيزو على رأس حسام عبد المجيد ليحرز الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 88. الهدف الثاني وفي الدقيقة 92، الدقيقة الثانية من الوقت الضايع، ومن صناعة انطلاقة من الجناح الشمال لنجم المباراة مصطفى شلبي. بيلعب الكرة عرضية على رأس إبراهيم نضاي، بيحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. ومصطفى شلبي بيفوز النهارده برجل المباراة. بصراحة نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمة علشان يحسن موقعه في جدول الدوري، وطبعا بيفوزوا النهارده ارتفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع. طبعا الناس بتتكلم وتقول انت بتتكلم على نتائج بس. طب مرتضى منصور اتحكم عليه بالحبس تاني، قضايا كتير، مشاكله كتير، ليه ما بتتكلمش الحاجات دي يا جماعة؟ احنا ما بنتكلمش في مشاكل. احنا القناة بتاعتنا مهتمة بالشأن الرياضي، بنحلل مباريات، بنبرز ايجابيات وسلبيات في الفرق، الصفقات اللي جاية، ايه اللاعب اللي ما ينفعش ما يصلحش يلعب للنادي ده. لكن المشاكل دي بتاعت نادي الزمالك. هو في اعلاميين اخرين بيتناولوا الجانب ده، انا ما بحبش اتناول جانب المشاكل. نروح بعد كده مباراة الاهلي وسيراميكا. النادي الاهلي يستطيع الفوز بهدف واضاع سيل من الاهداف في المباراة دي. النادي الاهلي، بعض الناس بتقول ان النادي الاهلي مستواه كان تعبان في المباراه دي. يا جماعه الاهلي هو عايز مباراه الفوز، فلعب على قد المباراه. انا عاوز ايه من المباراه؟ عايز واحد اتنين تلاته، فهو لعب
بيحاول يوفر مجهوده للفريق، ومع ذلك النادي الأهلي وصل للسيطرة على المباراة نسبة استحواذ 80% مقابل 20% لفريق سيراميكا الذي يعج بالعديد من النجوم. فريق قوي جدا. النادي الأهلي لما يقدر يتحكم في رتم المباراة ويوصل استحواذه 80%، ده بيدل ان ده فريق كبير. النادي الأهلي فريق كبير، فريق متكامل في كل شيء، متكامل في كل خطوطه. أتمنى النادي الأهلي يستمر على هذا النسق. النادي الأهلي بيستطيع الفوز 1-0 ويعزز موقفه في الصدارة ب 62 نقطة. طبعا صار لغط كبير حول الهدف بتاع حسين الشحات. بعض الحكام قال لك لا ده حسين الشحات اوفسايد، حكام قال لك لا مش اوفسايد، حكام قال لك الخط جاي يمين شويه، ده الخط جاي شمال شويه. الحكم جمال الشريف الحكم السوري انهى كل هذا اللغط. مش حكم مصري بقى، ده حكم من خارج مصر. الحكم جمال الشريف ده حكم دولي سوري، انهى كل هذا اللغط واكد صحه الهدف، ان الهدف صحيح 100%. هدف صحيح 100%. الخط مظبوط، و كتف اللاعب بتاع سيراميكا مع كتف لاعب بتاع الاهلي، والخط مظبوط والهدف صحيح 100%. اللي عايز يقول اي حاجه تانية يتفضل، المجال مفتوح. الكلام يا جماعه زي ما بيقولوا ما عليهوش جمرك، والهدف صحيح 100%. مباراة سيراميكا دي بصراحة كانت بروفة قوية للنادي الأهلي استعداد مباراة الوداد. بروفة قوية ازاي وسيراميكا زي الوداد؟ أقول لحضرتك سيراميكا لعب معظم المباراة على الخطة الدفاعية، إن هو بيعرف يدافع ازاي، والنادي الأهلي استطاع أكثر من مرة إن هو يكسر التكتل الدفاعي لسيراميكا، ودي حاجة كويسة. في حالة التكتل الدفاعي لفريق الوداد في المباراة الأولى في القاهرة، النادي الأهلي عمل العديد من الحلول لكسر هذا التكتل الدفاعي. كلام مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اتكلم وقال ان احنا ملعب ما اديناش مباراه قويه، مباراه كانت ضعيفه. الحاجات دي، كل الاساليب دي هو بيوصل رساله للفريق المنافس ان احنا مستوانا مش قد كده، عشان الفريق المنافس ياخد الكلام ويستقل بالنادي الاهلي. لما يستقل بالنادي الاهلي هيندفع للهجوم، تعرف ان انت تلعب ورا خطوطه وتحرز اهداف. وفي نفس الوقت الرساله للاعبين ان انا زعلان من ادائكم في المباراه، علشان يقدروا ان هم يغيروا من مستواهم ويحسنوا ادائهم في المباراتين القادمتين مع فريق الوداد المغربي. وطبعا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي مارسيل كولر قال انه يتوعد فريق الوداد المغربي للصقر لهزيمة النادي الأهلي في نهائي العام الماضي والفوز بالبطولة. قال بالنص: أنا قادم للفوز بدوري أبطال إفريقيا. بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وفي الايام الجايه ان شاء الله هنتكلم على اخر استعدادات النادي الاهلي للمباراه، وكل اسلحه النادي الاهلي جاهزه ان شاء الله بما فيها محمد الشناوي وعلي لطفي. بنتمنى ان شاء الله التوفيق، وحمدي فتحي هيرجع للتدريبات ان شاء الله من يوم الخميس القادم، ومحمد الشناوي رجع للتدريبات الجماعيه النهارده جري حول الملعب، ومن غدا إن شاء الله سوف ينتظم في تدريبات الجماعية بأمر الله. نبذة صغيرة عن مارسيل كولر. طبعا مارسيل كولر من يوم قدومه للنادي الأهلي وهو لعب مع النادي الأهلي 46 مباراة، 46 مباراة في كل البطولات. لعب 25 مباراة في الدوري، 12 مباراة دوري أبطال، 4 مباريات كأس العالم للأندية، 3 مباريات في كأس مصر، ومباراتين في كأس السوبر. إجمالي الفوز بتاعه فاز في 35 مباراة، تعادل 7 وهزم 4 في كل البطولات. بنتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي.
نروح بعد كده عندنا شركة تذكرتي فتحت منافذها او على النت لحجز تذاكر مباراة النادي الأهلي. طبعا الأمن سمح ب20,000 متفرج فقط، وبنتمنى إن شاء الله في الأيام الجاية العدد يزيد بأمر الله. فتحت منافذها لحجز التذاكر، وفي الوقت اللي عرفت فيه جماهير المغربية بأن هم 20,000 متفرج، عامة الأفراح في المغرب إن عدد الجماهير هيبقى محدود. وده شيء بصراحة أحزننا جميعا، إن العدد هيبقى محدود 20,000 متفرج، وده شيء أسعدهم إن مش هيبقى فيه ضغط جماهيري كبير على لاعبي الوداد. خبرنا نختم بخبرنا العالمي، وخبرنا العالمي فيرمينيو وهاري كين والحارس مارتينيز على رادار ريال مدريد. فيرمينيو طبعا احنا عارفين ان هو انهى الموسم بتاعه مع ليفربول، وهاري كين سمعنا برضو انه هيترك توتنهام، ومارتينيز طبعا حارس المرمى الارجنتيني هيسيب الفريق بتاعه، وريال مدريد بيحاول ان هو ينهي الثلاث صفقات دي. في بقى الموسم القادم موسم ولا اروع لفريق الهلال السعودي. ليونيل ميسي، ديفيد ألابا، سيرخو بوسكيتس، كريم بنزيما، 4 صفقات على رادار الهلال السعودي. يا جماعة 4 صفقات عالمية، لو تم وهلال السعودي جاب ال4 صفقات دول زائد اللاعبين المحترفين الموجودين عنده، لا الفريق ده لن يقف أمامه أي فريق في المنطقة العربية أو المنطقة الآسيوية. بصراحة 4 صفقات ولا أروع. بنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.